إذن سيداتي نساتي سادتي، أهلا بكم من داخل الاستوديو التحليلي لقناة واي كوميدي. والنهاردة هنحلل ماتش فني جديد، وهنتكلم أكتر عن كواليسه وإيه الأسباب اللي خلته ماتش حدوتة حكاية ورواية. كل ده بمساعدة مخرجنا الجميل. خلوا بال حضراتكم، لو انتوا عاملين اليوتيوب بتاعكم عربي فالفيديو هيبقى ناحية اليمين، ولو عاملينه أفرنجي هيبقى ناحية الشمال. واضحة خالص، مش محتاج. الحكم بيطلق صافرة البداية، وخلونا نبدأ وتحليل لفيلم بوشكاش. الله، ليه كده كارت احمر من اولها؟ بقول لك ايه، اركن انت، انا مش هكمل الحلقه بيك. ازيكم؟ كركر، كتكوت، بوحه، عوكل والليمبي 3 مرات. محمد سعد كان بيغوص جوه الكاركترات اللي بيعملها دي لدرجه انك ما بتشوفوش جواها خالص، من كتر ما شكله بيتغير، صوته بيتغير، ومشيته ولغه جسده بيتغيروا. بس في بوشكاش كانت اول مره من 6 سنين من بدايه الليمبي نشوف محمد سعد نفسه جوه الفيلم. وده مش معناه انه ما عملش كاركتر، لا، كابتن بوشكاش محفوظ اشطر سمسار لعيبه في الدنيا، هي كاركتر ناجحه جدا. بس انت في الفيلم ده قادر تشوف في وش محمد سعد عادي، صوته معظم الوقت هو صوت محمد سعد الحقيقي، حركاته ومشيته مش كرتونيه قوي، تقدر تقول انه اقرب لارض الواقع. والناس لما شافت ده وقت نزول الفيلم في 2008 اتحمسوا، لدرجه ان جزء كبير من دعايه الفيلم اللي كانت على لسان الناس وقتها هي ان محمد سعد عامل فيلم مش عاوج فيه لسانه ولا طالع مسطول. وفعلا لما شفنا محمد سعد من غير مكياج خارجي مداريه او من غير بدله مكتفاه، رجعنا افتكرنا اننا بنحب الراجل ده لشخصه، ولانه موهبه خام مش محتاجه تتدارى ورا مكياج وطريقه كلام معقده بتخلي شريحه مش قليله من الجمهور تمل او ما تفهمش هو بيقول ايه. ومحمد سعد شخصيته حاضره في الفيلم ده برضه من خلال الحاجات اللي بيحب يعملها دايما في افلامه. بيدخل يفرهد نفسه في الجيم ويهين نفسه جسديا بحركات محدش بيقدر يعملها غيره. اضاف للشخصيه لازمات كتير زي الضحك وكلمه ايه ده، بيتزنقوا في تقديمه الشخصيه بتاعته وبيقول لهم بس عندي دي هقدم الشخصيه في اغنيه، هقوم اقول اسمي وشغلتي وتاريخ الشخصيه وارقص لي شويه عادي، يعني عملناها مع يوسف خوري قبل كده واشتغلت فتمام. وده يفهمنا ان سعد لما ادى كارت احمر لشخصياته اللي قبل كده وعمل تبديل ونزل بكابتن بوشكاش محفوظ، كل الاعمار حبته وكل الاذواق الكوميديه تقبلته، لانه كان بيأدي الشخصيه دايما على الشعره اللي ما بين انه يبقى كاركتر اوفر وبين انه يظهر بنفسه كمحمد سعد. شايفين الصورة دي من كواليس فيلم بوشكاش اللي ما اتعملش. كلكم عارفين فيلم بوشكاش بشكله وبصناعه اللي اتعرض بيهم، لكن مش كل الناس تعرف ان الفيلم ده في الاساس كان اخراج عمرو عرفة، وكان هيبقى من بطولة نور بدل زينة وطلعت زين بدل احمد راتب، والاحداث كلها كانت هتبقى متصورة في كوبا، وبوشكاش نفسه كان هيبقى شخصية مختلفة تماما عن اللي اتعرضت. لكن بعد تصوير جزء كبير من الفيلم فجأة عمرو عرفة بينسحب بسبب خلافات مع محمد سعد، وطلعت قصة وقتها ان كل الماتيريال اللي اتصورت باظت، وده خسر السبكي 3 مليون جنيه. فاضل 4 شهور على العيد، باقي الممثلين انسحبوا واحد ورا التاني، قدامهم حل من الاتنين دلوقتي، يا الفيلم يتأجل يا إما الحل التاني إنهم يعيدوا كتابة الفيلم بأحداث مختلفة تناسب تصويره في مصر ويتصور بأبطال تانيين من أول وجديد. وهو ده اللي حصل. القصة دي كلها كانت ممكن تطلع فيلم زي الزفت ويتنسي، لكن المفاجأة إن بعد 15 سنة إحنا لسه قاعدين بنشوفه وبنتكلم عليه. وده يفكرنا بسرعة بفيلم سمير وشهير وبهير، اللي على حسب كلام أبطاله إنه اتكتب في 12 يوم بس وتصور في 18 يوم. 12 يوم خلصنا الفيلم. جه معتز التوني طبعا جميل خلص الفيلم في 18 يوم. وده يفهمك ان مش شرط دايما السعي ورا البرفكشنزم بيطلع حاجه كويسه، اوقات برضو الحاجات اللي بتيجي على الهوا ومرتجله بتطلع حاجه حقيقيه قوي ومختلفه واحلى من الحاجه السكريبتد زياده عن اللزوم. يعني انه ينزل من العربيه يفتح الجاكيت ويقفله، يرجع ياخد الحاجه من العربيه يقفل الباب ويرجع، ده كلام مستحيل حد يكتبه. دي فكره كده طلعت قبل تصوير المشهد، وجمل تانية كتير طلعت على الهوا زي المشهد ده. الكومبارس بيأدي دوره عادي كبارمان، وفجأة محمد سعد بيرمي له جملة مش سكريبتد أصلا. يا عم يا بتاع محمد الحلو أنت، احنا هنتنطط. فالولد بيضحك بجد رغم إن المفروض بيمثل إنه متضايق منه طول المشهد. محمد سعد شخصيا ضحك، الولد اللي ورا ضحك، البنت الهندية نفسها ضحكت. بس دي كرواتة حلوة مقبولة، لكن الفيلم برضه فيه كرواتة تانية طلعت حاجات عجيبة زي المشهد ده. يا حرامي يا حرامي سيب الشنطة يا حرامي يا لا اوعى. هي ما فتحتش بقها، حط صوتها بعد كده في المكساج، او انهم بيتفرجوا على عزة تابعوه في لايف بس من الميديا بلاير. بس قشطة اخطاء تعدي، احنا مش بنتكلم عن انترستيلر يعني. والعبرة بالنتيجة، فيلم خلص اتكتب وتصور وعدى بكل مراحل البوست برودكشن قبل العيد بأيام بسيطة، وبينزل في السينمات، والمفاجأة انه بينجح وبيجيب جون في الدقيقة 90. يا ولد المحظوظة يا بوشكاش يا فندم.
احمد راتب، يوسف فوزي ربنا يشفيه، حسن عبد الفتاح، اسماعيل فرغلي. الناس دي كلها غير انها بتتميز بخفه الدم وكاريزما وان قبولهم عند الناس عالي، الا ان فيهم صفه رهيبه ان كلهم بلا استثناء كميتهم عاليه جدا مع محمد سعد. محدش يقدر ينسى حسن عبد الفتاح ومحمد سعد في كتكوت او اللي بالي بالك. في وشوش كده الناس لما بتشوفهم بيمثلوا سوا بيحسوا براحه، بيحسوا ان قشطه الناس دول اصحابنا اللي نعرفهم، فالضحك بيبقى اقرب لقلب اللي بيتفرج. خصوصا ان في وشوش عارفينها برضو من قبل كده، زي الراجل بتاع ايه راي حضرتك في السويد؟ بوشكاش لما بيروح يمضي بركات بيلاقي الراجل ده في الريسبشن برضه. هو اليونيفرس بتاع محمد سعد الراجل ده بيبقى شغال فيه في اوتيلات. لو رحت دلوقتي الاوتيل ده احتمال كبير تلاقي الراجل ده هناك واقف في الريسبشن. حتى ابو هانيا اللي كان طبيب مخ واعصاب ما استبعدش تماما انه يكون نفس الدكتور بتاع الليمبي 8 جيجا. بس دي مش هتبقى مفاجاه يعني، لان المفاجاه الكبيره بقى كانت احمد راتب اللي كان اول مره يشتغل مع محمد سعد، ومع ذلك احلى 1 2 هتشوفوا طول الفيلم كان بينه وبين سعد. احمد راتب يلم 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 ويدي لمحمد سعد يجيب الجون. بكر بيه، زمزم، ابو هاني، حتى اسماعيل فرغلي اللي مش فاكر اسمه ايه في الفيلم. انتوا كلكم عملتوا ماتش جامد. بستأذنك على المقاطعه، ولكن احنا مضطرين نطلع فاصل دلوقتي ونرجع نستكمل الشوط الثاني بعد قليل. رمضان قرب والجوع السنة دي مش هيفرق ما بين غني أو فقير، بس انت ياما اتبرعت للفقير. لكن السنة دي في ناس نزلت طبقات اجتماعية كتير هم الأولى بتبرعك ليهم السنة دي. تخيل معايا أسرة بتقضي رمضان لأول مرة من غير لحمة وفراخ على السفرة. تخيل كسرة النفس. دلوقتي تقدر تتبرع بواحدة من 3 بوكسات خير. البوكس الأول بوكس الثواب الأفريج، واللي بيكون فيه كل لوازم رمضان الأساسية من عين الجمل للقطايف الريد فيلفت. البوكس الثاني بوكس الثواب الدبل، واللي بيكون فيه نفس محتويات البوكس الاول وزياده عليهم 4 فرخات برازيلي من صن مول. الفرخه 1300 جرام ب90 جنيه يا بلاش، وخلي الفراخ تعفن عند بتوع الفراخ. والبوكس الثالث الثواب الانليميتد، واللي بيكون فيه 30 قسيمه شراء مجانيه من مطاعم زي موري سوشي، قصر الكبابجي وغيرهم كتير. اتبرع من خلال الحساب البنكي الظاهر قدامك على الشاشه او من خلال البيتكوين، وخليك السبب في دخول السعادة على دوبلكس الكل محتاج مع جمعية القربان. استمتع ببقى من اجدد مسلسلات رمضان الحصريه اللي بتتعرض على التلفزيون وعليها اعلانات، واشترك في سناك ات واتفرج على نفس المسلسلات وعليها اعلانات برضو جوه الابلكيشن. وهتشترك غصب عنك علشان قفلنا لك كل المواقع اللي ممكن تتفرج من عليها ببلاش. يعني هتقدر تتفرج على كل نجوم رمضان السنه دي اللي بقالهم 20 سنه هم ومسلسلات ما تعرفش تفرقها عن مسلسلات السنه اللي قبلها. كل ده بباقات تبدا من 70 جنيه ولحد 300 جنيه من غير الاعلانات. مع سناك اب هتسناك من غير حساب. وعودة مرة أخرى لاستكمال تحليل بوشكاش، وهسيبكم مع صاحب القناة اللي قفش ورفض يخليني أحلل وشبط هو. عينك في الحلقة مش عارف أرجع. انجازات رشدي بيه هلال السنه دي مش في مجال الكوره بس، لا ده في مجالات شتى. لانه بيعمل جمعيات خيريه، مستشفيات، وسمعتها واضحه. صحيح بيركز في الكوره يعني لان الشعب المصري طبعا بيحب الكوره. احنا كلنا مصريين بنحب الكوره. احنا شعب مشهور بحاجتين، بنحب الضحك قوي، والله انتم المصارى دمكم خفيفه موت عليكم وايد، اخوكم محمود من الجيزه. ان احنا من الشعوب اللي بتحب كره القدم قوي. انا بحب بورسعيد كلها. طيب بوسكاس والحاجتين دول موجودين في بوشكاش. الفيلم فيه ضحك وكوره. مصر الفيلم تقريبا بيرضي جميع الاذواق، يعني لو انت بتحب الكوره هيكسبك في اول نص ساعه، ولو مالكش في الكوره تمام هو بيكمل بعد كده بعيد عن الكوره. لو عايز فيلم فيه ضحك من اجل الضحك مش هتلاقي احسن منه. عايز قصه بيزك بقى عن حد معلق نجاحه على شماعه الحظ وعنده قصه حب مع البطله، وفي اخر الفيلم الرساله بتترمي لك مباشره كده في وشك على لسان جوز اخت البطل، فالبطل يقول ده مفيش حاجه اسمها حظ. زي الفل، انا اقتنعت. وفي الاخر رجل الاعمال الشرير يتقبض عليه والبلد تنضف بقى من الفساد اللي هو صباح السذاجه قشطه موجود. عايز فيلم فيه تويستات 2008 دي بتاعت فهمي وهشام اللي عملوا زيها في كده رضا، اننا نرمي خيوط كتيره طول الفيلم ونرجع نلمها في الاخر في مشاهد فلاش باك تخلي اي مشاهد وقتها يريل من عظمه المايند فاك اللي شافه. يا نهار اسود، ملوت تويست. حتى في عز دقيقتنا في الكورونا رجعنا شفناه تاني، فرجعت شهر تاني. ولو انت عايز تعمل ميمز مش هتلاقي فيلم يطلع معاك ماتيريال ميمز قده. تقريبا بين كل مشهد ومشهد في ميم مشهور، ان لم يكن بين كل جمله وجمله ميم مشهور. وال750,000 دول يعملوا كام مصري؟ ايه ده؟
مفيش حاجه احترافيه اسمها الجون سلطه، بس يعني الناس اللي كانت بتلعب كوره في الشارع زمان هيبقوا عارفينها، وهي ان الجون بيبقى مشترك، اي حد من اللعيبه يقدر يصد الكوره بايده طالما جوه منطقه الجزاء. من الاخر قوانين لعب عشوائيه جدا مش احترافيه تماما، وفي فيلم بوشكاش الوضع ما فرقش كتير. العبث والعشوائيه واحده من اهم اسباب نجاح الفيلم. طول ما انت بتتفرج هتحس انك شارب حته ب100. اعذرني على المقاطعه، لكن ما بقاش في حته ب100 دلوقتي، غليت. المهم هتحس ان انت مش في وعيك، يعني عمرك ما هتفهم هو ليه وقف واحد في الشارع طلب منه يولع له بولعته، ولما الراجل يجي يرجعها له يقول له لا معايا ولا مش عارف. ولا هتفهم ليه الراجل اللي خبطه هو اللي نزل يتخانق معاه، وعلشان محمد سعد يخوفهم طلع فوق العربيه وعمل كلب قعد يهوهو. ليه هو وابو السلعاوي ضحكوا جدا سوا كده وقفلوا وشهم بسرعه جدا. حتى في اول الفيلم محمد سعد بيكسر الفورس وول، بيبص لنا ويحكي لنا حكايته من ايام ماتش اعتزاله لحد الطريقه اللي جاب بيها السلسله، وفجاه بيقطع الحكي يحدف في وشنا التليفون وما نكملش حكي وخلاص. الفيلم متحوط بالعبث من جميع الاتجاهات، وده اسلوب ناس كتير بتحبه، وبرضه نفس اسلوب العبث الشديد ده هو اللي كان في فيلم حملة فريزر واللي الناس حبته جدا. العامل المشترك فيه مين برضه؟ واحد من الثلاثي، وهو برضه اللي شارك في كتابة الفيلم. وبما اننا هنتكلم عن الصناع فقدامي بقى كده كلكم على اوضة اللبس. 36 واحد اول مره. بعد نجاحات ضخمة لسعد في الليمبي وبوحة وعوكل، أكتر فيلم عاشله من بعدهم هو بوشكاش، أكتر من تك تك بوم وتتح، وده علشان اتعاون مع الجيل الجديد زي فهمي وهشام ماجد اللي كانوا في يوم من الأيام من جمهوره، فلما جم يكتبوا له فيلم كتبوا له فيلم بعقلية جمهور حابب يشوف نجمه المفضل في منطقة جديدة، مش عقلية مؤلف اشتغل 100 مرة مع نفس النجم وشايفه في نفس المنطقة اللي بينجحوا فيها دايما. وده يعلم نجومنا دلوقتي وعلى رأسهم محمد سعد بكل تأكيد إنهم محتاجين يسقطوا الإيجو بتاعهم ده، يعني لو حابين يرجعوا وينجحوا نجاح حقيقي. ده طبعا غير إننا بنتمنى يكون في شباب كتار موجودين على الساحة كمؤلفين. اقول لك كده المفروض يعمل كده. اللي حصل من لخبطه في كواليس تصوير الفيلم ده ممكن يطلع لنا بالصدفه كده كل فين وفين فيلم عبثي حلو زي بوشكاش، لكن بالتاكيد دي مش طريقه شغل صح. التحضير والمذاكره مهمين وضروريين جدا، ولو هتموتوا تعمل حاجه من النوعيه دي على الاقل اتاكدوا ان انتوا موهوبين علشان تليسوا على الاخطاء اللي عندكم وتقدروا تحلوا المشاكل دي بسرعه بسبب موهبتكم الخام اللي هتسعفكم ساعه ما الدنيا تبهوأ منكم. ونهايته الواحد عمل الفيديو ده للتسليه قبل اي شيء، يعني ده لا نقد ولا تحليل اكاديمي، انا بقول معاكم بصوت عالي الاسباب اللي خلتني احب بوشكاش. وده طبعا توضيح علشان شويه الكومنتات بنت اللي هتقول انت فاكر نفسك يوسف شريف رزق الله هتقعد تحزق وتتحنيك علشان تعمل نفسك محلل. لا يا انا مش محلل، بس انت داخل هنا قناه كوميدي، هو انت داخل فين؟ سيداتي انساتي سادتي، عفوا للمقاطعه، ولكن فقرتنا التحليليه لفيلم بوشكاش بتنتهي لحد هنا، ونرجو ان تكونوا استمتعتوا معنا. لو عجبك التحليل اللي انت شفته دوس على زر الاعجاب اللي هو اللايك، زرار الاشتراك اللي هو السبسكرايب، ودوس على الجرس بس حاسب يرن. والى اللقاء في ماتش فني اخر، تصبحوا على الف خير.